يعمل ما اقول معجز الهلال. طريقه لعب او الرسم التكتيكي بالنسبه للفريقين مشابهه 4-3-3، ولكن الادوار يجب ان تختلف. السيناريو الافضل للهلال انه يلعب في الارتداد السريع، يخلي ريال مدريد يمسك الكره، وقادر ان مدريد انه هو راح يكون مستحوذ بشكل اكبر، راح يعني يصعد الى مناطق اعلى ويجعل فريق الهلال في الثلث الاخير. ما يعني ان فريق الهلال هو الاضعف، ولكن هذه امكانيات وفوارق اللي تجعل ان ريال مدريد راح يمسك الكره اكثر ويكون مستحوذ ومسيطر، ويحاول ان الهلال في الثلث الاخير ويخلي ريال مدريد يصعد. في حال افتكاك الكره عندك لاعبين اسرع، اذا كان ميشيل موجود يقدر يستغل المساحات، موسى ماريجا كذلك، كاريو، سالم الدوسري، عندك لاعبين في وسط الملعب قادرين على تمرير الكره. فيتو غير حتى الشكل اليوم قاعد انا عجبني ابو تركي في الحلقه السابقه يوم قال احنا عذرناك في كل المباريات اللي قدمتها في مباراه واحده مع فلامينغو. هني يبين معدن اللاعب الممتاز في مباريات الصعبه. فيتو قدم بشكل كبير، واعتقد حتى من تصاريح اللاعبين وكذلك فيتو هذه فرصه ما يمكن ما تتكرر. ولكن وجهه نظري انا ما يخاف شوي بطلع منه وبرجع بشكل سريع. الفوارق الفنيه بين اوروبا وباقي القارات اختفت، والدليل منتخب المغرب رابع العالم وقدم مستوى جدا